بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا بحضراتكم النهارده ان شاء الله الرحمن 17/8/2023. فيديو النهارده هيكون بشاشات 22 بوصه. احنا خلينا الفيديو الخميس عشان في فيديو ان شاء الله هيكون يوم السبت من شبرا الخيمه بشاشات كبيره جايه ان شاء الله نقولها يوم السبت. النهارده هيكون في شاشات 22 بوصه و24 بوصه فقط لا غير. في بفضل الله الحمد لله يعني في كميه كويسه من شاشات ال 22 بوصه كتيره قوي، في اللي اتش دي وفي من غير اتش دي. هنبدا باول حاجه اللي هي الباك لايت اللي هي الدل ليد من اول 950 ولا 1000 يا شباب؟ 1000. من اول 1000 هنبدا من اول 1000 بعد كده 1100. انت عندك 22 13 اف بس البي فئه البي عشان فئه اليو من دي اللي هي اليو 22 14 اسف 12 دي ال 13 دي البدل بتاعها مش اي بي اس تمام. دي عامله 1000 جنيه بالقعده. القعده متحركه ولا قعده ثابته؟ قعده ثابته. قعده ثابته اللي هي السبعه هنوريها دلوقتي 1000 جنيه ودي في منها كميه تمام. طبعا لو في جمله هيبقى سعر الجمله غير. دي اللي هي القعده بتاعت اللي هي الباك لايت صح كده. وبعد منها على طول هات بقى الاي بي اس. بعد منها على طول اول حاجه في الاي بي اس الفرز الاول 1100. بص بقى لو لقيت مثلا 1050 1000 عندي ب 1050 وعندي ب 1000 بس بنقول فرز خفيف جدا. احنا الفرز انا يعني الفرز بنخليه مش هقول لك غير الناس كلها يعني غير بعض الناس. في بعض الناس عشان بس ما اشيلش ذنب في بعض الناس بتحسب سكرتشايه خفيفه دي بيكسلايه بسيبها فرز اول بالنسبه له. انا بالنسبه لي بقول فرز ثاني والناس اللي عارفانا متعوده على كده. فانا الفرز الاول بقول فرز اول تمام. والقواعد بصورها عشان في حاجات بقواعد كويسه جدا وفي بقواعد يعني وسط متوسطه 1100 اللي هي بي 22 14 دي 13 بي 22 13 حاجه والبي 22 14 حاجه ثانيه. فول اتش دي 1920 في 1080 60 هرتز 5 مللي دي في اي وفيجا وديسبلاي. انا هشغلها دلوقتي تلفزيون. انا مشغل شاشه ثانيه تلفزيون صوت وصوره فيها اتش دي وسماعات بس بعد ما نخلص التصوير بتاعهم هشغل دي تلفزيون بكابل الدي في اي اتش دي. اللي هشتغل جرافيك اس ار جي بي 95%. اللي هشتغل جرافيك هيشتغل تلفزيون هيشتغل بلاي ستيشن تمام. ال 22 دي اي بي اس بس هي على فكره نفس السعر بنفس المواصفات اللي هي اتش بي جايه بالقعده المتحركه. الاتش بي جايه بالقعده المتحركه دي اهي اسمها اتش بي اي 22 1 اي 22 1 برضه 1920 على 1080. الاس ار جي بتاعها مش فاكر كام بس تقريبا هيكون 95. انا مستعجل عشان في حاجات كتير قوي في ال 22. طيب بعد الشاشه الاي 22 1 اي 22 1 سي فيها كاميرا وفيها سماعات. انا مشغلها صوت ومشغلها بس عايز اشغل الكاميرا ان شاء الله عشان هتشغل كاميرا بكابل اليو اس بي. الكابل البرينتر اليو اس بي فيها يو اس بي 2 ولا سي؟ فيها يو اس بي 2. سماعات هي نفس الشاشه اللي لسه مصورها ب 1100 دي قلنا بكام يا احمد؟ دي 1200 ولا 1250؟ 1200 1200 22 بوصه اي بي اس فيها سماعات فيها كاميرا بالنسبه لشغل الاونلاين فيها ديسبلاي وفيجا وديفاي برضه فول اتش دي 60 فريم 5 مللي. انت كده بتغير مود هتشتغل معاك برضه جرافيك هتشتغل معاك اي حاجه اونلاين بلاي ستيشن الكلام ده كله. طب هشغلها بلاي ستيشن ازاي؟ هي ما فيهاش اتش دي. لو اني كده يا شباب ادي كابل الدي في اي اتش دي. كابل الدي في اي اتش دي بوصل الدي في اي والاتش دي اهو في البلاي ستيشن او في التلفزيون. استنى لما اصور التلفزيون دي مباشر عشان عندي كذا موديل نشغلها هي على التلفزيون او نشغل دي. انا مشغل الفيديت في سيمنز الالماني اهي صوت وصوره تلفزيون مباشر. فين الصوت؟ انا كاتم الصوت. السيمنز عامله كام يا احمد؟ قلنا 1250 1250. انت مشغلين الريموت ولا انا كاتم الصوت من هنا؟ علي الصوت. انا مشغل صوت الاثنين. فوطي الصوت هنا. فيجيتسو سيمنز الموديل بتاعها اسمها بي 22 تي داش 7 برو 1920 في 1080. كل المخارج اتش دي وفيجا ودي في اي فيها سماعات كويس. انت بص السماعات فيها سماعات 75 هرتز. بص اهي جايه بالقاعده بتاعتها الاصليه. اللي جاي بقواعده الاصليه انا مش بخبي قواعد عشان في ناس تقول ليه طب ما تحاول تجيب لي القاعده الاصليه للموديل الفلاني. والله اللي جاي بالقواعد بقول بالقواعد. اسمها بي 22 تي داش 7 برو. الثلاث مخارج اتش دي فيجا دي في اي
سماعات 60 هرتز، اسف 75 هرتز 5 مللي. دي بقى اللي هتشغلك بلاي ستيشن على طول. لو انت مش عاوز تركب كابل ديفايس دي، هتشتغل بلاي ستيشن، هتشتغل تلفزيون. صوتها برده مقبول على قد اوضه، مش هقول صوتها عالي جدا، صوتها مقبول كويس على قد اوضه. اللي انا هشغل مثلا تلفزيون على قد غرفه تبقى كويسه معايا. طيب في ناس بتقول انا هشغلها مثلا في مطبخ، في اوضه، عايز اشيل القعده وعايز اعلقها تتعلق. اي شاشه عموما تقدر تعلقها طالما فيها مكان الاربعه مسمار، تمام، عشان في حاجات معينه ما بتتعلقش. طالما في مكان 4 مسمار اقدر اعلقها في الحيطه واوصل وراها مثلا الريسيفر. 1250. يبقى بدانا بال1000، 1100، 1200، 1250. في زيها نفس الشاشه هي الاي او سي. كنت اتمنى الاي او سي تكون دي 2 مللي، كان بينزل حاجات 22 بوصه 2 مللي تبقى كويسه، تبقى كويسه بصراحه في البلاي ستيشن، ولكن دي جت ال 5 مللي. الموديل ده اسمه اي 22 60 دي دبليو، نفس مواصفات الفيديو سينس الماني. 60 هرتز، دي 60 هرتز 5 مللي اتش دي وفيجا وديف اي، برضه نفس السعر يا احمد 1250. 1250 معاها القاعده المتحركه، خليك زي ما انت، معاها القاعده دي المتحركه اهي 22 بوصه اي بي اس، فيها اتش دي، فيها فيجا، فيها مخرج الدي في اي، 3 مخارج. دول هيشتغلوا تلفزيون بلاي ستيشن، برضه فيها سماعات، تمام كده 1250. طيب برضه انا بكتب الموديلات في اول كومنت، وبكتبه في الوصف الشاشه موديلها بسعرها. احنا هنبقى بس المره دي 22 و24 عشان ما نكترش على الناس. ادي ال 22 من اول 1000، 1100، يعني ال1000 مش اي بي اس، 1100 اي بي اس يا هشام. طب على بال ما انا اصور موديل تاني، شغل لي انت بقى تلفزيون بالدي في اي، يعني شغل انت التلفزيون من اي شاشه. انا مشغل دي ديسبلاي، شغلها مثلا على كابل طيب على بال ما هو يشغل تلفزيون نصور ال 24. بص بقى ال 24 دي في منها كميه في شبرا الخيمه، يعني الكميه جت على شبرا الخيمه، جت اللي هي ال ديسبلاي اي 24 اي، البانل بتاعها اي اتش اي بي اس بي ال اس اس ار جي بي 99%. جايه بالعدد دي يا احمد صح؟ تمام. كلهم بالقواعد دول، يعني اللي بعدته عشان اقول بعدته بقواعدهم الاصليه. ديسبلاي فيجا دي في اي 1920 في 1200 اس ار جي بي 99%. من طبيعه الاليت ديسبلاي ان انا دايما بقول الاليت تبقى فيها اقل، نازله 250 شمعه، دي نازله 300 شمعه. الاليت دي نازله 300 شمعه مش 250 زي باقي الاليت ديسبلاي. وهصور دلوقتي حاجات اليت 250 شمعه، تمام كده. كام دي؟ 1450 ولا 1500؟ 1500. يا 1500 معاها كابل الباور الاصلي. تمام. دي موجود في شبرا كميه منها، ولسه بكره هيجي منها هنا ان شاء الله الرحمن، اللي هو بكره الجمعه باذن الله. موجود بقى في شبرا، مش موجود هنا الان اي سي الياباني 1800. موجود الان اي سي الياباني اللي هي 24 نفس البانل بنفس المواصفات كده، ولكن فيها سماعات كويسه مع كابل باور 1800 مع كابل باور 1800 ده معاها باور ويطلع معاها اتش دي المفروض. يعني اقل حاجه باور واتش دي. معاها القواعد الاصليه ولا لا؟ لا. هو انا معاها قاعده هيدروليك 4 مسمار. 4 مسمار. يبقى الان اي سي للناس اللي مستنيه، الان اي سي الموديل بتاعها هكتبه برده في الوصف، عامله 1800. شغل لي بقى كده، صوره وهو بيشغل الشاشه من الدي في اي على الريسيفر على طول. اجيب انا موديل تاني يا احمد عبال ما هو يصور. مش هيشتغل التلفزيون. كمل من عندك ولا كمل من عندي؟ اي شاشه ثانيه. شغلتها تلفزيون؟ طيب صور سماعه. السماعه بقى هاخد سماعه خارجيه، هاخد سماعه مثلا استيراد، هاخد سماعه صب سبيكر صغير، هوصل سماعات خارجيه. السماعات بتشتغل من الريسيفر في مخرج اللي هو 3.5 مللي من الموجود في الريسيفر اللي هو الصغير. حلو كده؟ كده شغلت ال 22. طب ما تشغل لي حته 24 بقى حبيبتك دي. ال 24 عشان الناس اللي عايزه العرض ال 24 التلفزيون. عندي حاجات الفرز الاول ب 1500، في حاجات تانية كتيره تشتغل تلفزيون مش اي بي اس من اول، قلت في موجود من اول 1000 جنيه ل 24 بوصه. في ما شاء الله موديلات كتيره جدا فرز تاني بدون قاعده من اول 1000 جنيه. الفرز الاول اي بي اس 1500 جنيه. الالترا شارب الدل اليو 24 12 ام عامله زي الان اي سي بس ما فيهاش اتش دي ام اي ولا سماعات، هي الان اي سي بنفس البانل اي بي اس بنفس الابعاد بنفس المواصفات، ولكن ما فيهاش اتش دي وسماعات. عامله 1500. دل الترا شارب
يو 24 12 ام. بعد الديل الالترا شارب عندك بقى الاتش بي اللي هي اسمها في 24 او في بي 24 1920 في 1080. دي ابعادها 16 على 9 برضه عامله 1500 الفرز الاول. في اتش 24 اتش بي في اتش 24 بانل اي بي اس برضه ديسبلاي وفيجا ودي بي اي 3 مخارج. الفرز الاول 1500 بقاعده متحركه. دي معاها كابل باور. ال 24 معاها كابل باور، ما معهاش باور ودي بي اي او باور واتش دي. طيب في تاني 24 يا محمد بفريم الدل والان اي سي اللي هناك والالت اللي عرضناها من هنا. دي في منها هنا وفي منها في شبرا. الان اي سي موجوده في شبرا فقط لا غير، وانا هكتب كده. طيب نخش بقى على 24 بوصه. في حاجات 22 بوصه فريمليس. بالنسبه للفريمليس اللي موجوده عندي حاليا فريمليس فرز اول وفرز ثاني الاتش بي الالت اهي 250 شمعه. ال 22 وال 24 عامله كام؟ 1700 الفرز الاول بقاعده متحركه ومعاها كابل الباور وكابل الاتش دي. ال 22 الفريمليس عموما بكابل باور وكابل اتش دي. موجود منها دي كميه. دي موجود منها ال 22 وال 23 وال 24. ال 24 عامله 2200 الفرز الاول بالقاعده بالكابلات. عندك اليو 24 14 15 ديل الترا شارب يو 24 14 1920 في 1080 اس ار جي بي 94%. دي عامله كام؟ دي عامله تقريبا 2000 او 2100. 2000 صح؟ 2100 اخر مره. معاها برضو معاها كابل الباور ومعاها كابل الاتش دي ام اي. بي 24 19 اتش كانت 2300 2200 صح؟ قلت له خليها 2200 الفيديو ده. والله 2200 بي 24 19 اتش. الفرز الاول معاه كابل الباور وكابل الاتش دي ام اي. الفرز الثاني زي ما بنقول دايما بينزل في اسعاره معاك منها لغايه 1900 جنيه. انا عمال اقول موديلات بس كده سريع، مش هقول كل المواصفات. طبعا في الحمد لله موديلات كتيره جدا. الاليت موجوده هنا، مش عايز اطول في الفيديو. بص انقل بقى وتعالى على اخر كام موديل في ال 24 موديل. بص الناس اللي مستنيه دي اللي بي 22 بي 24 22 اللي عندي جم حوالي 5 ولا 6 بس فرز تاني. مش عايز اعرضهم بس في ناس عايزاها حتى لو فرز تاني خفيف. فدول فرز تاني خفيف معاك فيها لغايه 2100 فرز تاني خفيف. اسكت شاهد زي ما انا قلت. يعني انا ممكن مثلا اقول اهو جالي بي 24 22 وزي ما هو ب 2400 بالقعده بكابل الباور بكابل الاس. لكن انا بقول لك فرز تاني بتلاقي سكرتشايه مش باينه، بتلاقي دي بكسلايه. ده فرز تاني 2200 حسب السكرتشايه او البصمه اللي فيها. لو فيها بصمه صغيره لغايه 2100 من 2200 ل 2100. طيب نيجي للجي 5 2450 اتش بي بي 24 اتش جي 5 فول اتش دي 60 هرتز 5 مللي مش 75. في ناس كاتبه عليها ان هي 75 مش 75. فيها فيجا وفيها اتش دي وفيها ديسبلاي. اس ار جي بي 99%. دي الوحيده اللي هي اصدار 2022 هي والدل. دي اصدار 2022 دي 2450 الفرز الاول اللي هي جي 5. في الجي 4 عندي فوق في المحل بس هنصور كله من هنا. نيجي بقى لاخر شاشتين انا هعرضهم. في موديلات ثانيه مش معروضه او ما قلتهاش انا هكتبهم في الفيديو عشان ما اطولش في الفيديو. عندي بقى الاتش بي زد 24 ان الجي 2 والزد 24 اي الجي 2. المره اللي فاتت انا قلت ان هي قلت ان هي اي بي اس بي ال اس. هي واحده اي بي اس والثانيه اي بي اس بي ال اس مش اي اتش 3. انا قلت المره اللي فاتت لكن انا كنت قصدي على ال 27 اللي هي جي 1. ادي الاتش بي الزد اي والزد ان. الزد ان فيها 2 ديسبلاي واتش دي وتايب سي. دي فيها فيجا واتش دي وديسبلاي. الاثنين 75 هرتز نفس المواصفات ونفس الابعاد. 1920 في 1200 ريزوليشن ابعاد 16 على 10 نفس الشاشه. اللي بيختلف بس فيهم المخارج. والحاجه الثانيه ان دي الشاشه اي بي اس. دي بانر مشترك من سامسونج وال جي اي بي اس بي ال اس. المره اللي فاتت الراجل بيقول لي حرام عليكم هاتوا تكييف. قولوا للاستاذ محمد هو المسؤول والمحاسب يجيب لنا تكييف. تمام. دي 2500 الفرز الاول بقاعده متحركه وكل اللي